السلام عليكم. النهارده السمك الجميل الرائع بلون ذهبي كريسبي قوي وحلو جدا. تعالى اقول لكم النهارده على شويه تريكات كده تحفه. احنا معانا سمك ايه النهارده؟ معانا سمك شراغيش وسمك بربون. سمك بربون حلو قوي. اول حاجه هنجيب السمك بتاعنا ونبتدي بقى ننضف فيه. بصوا السمك بيلمع ازاي، تحفه. ولا ريحته بجد، ريحه البحر بتاعته رهيبه جدا. اول حاجه هنقص الزعانف بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. كلكم شاطرين طبعا، بس خلي بالكوا ايديكوا. زعنفه زعنفه. سهله قوي. هنقص كل ايوه، كل الشوك بتاعه ده، بحيث ان احنا اما نقليه ونحطه في الدقيق ما نتعورش. حلو جدا. سمك البربون ده سمك بصراحة بحبه جدا، بيقولك بيتغذى على الجمبري، ده اللي انا سمعته يعني. بس هو طعمه تحفة. هننضفه زي ما انتوا شايفين بقى زي الفل. يلا بينا نعمل احلى تتبيلة. هنجيب الكبة بتاعتنا، هنحط عليها ليمونتين كبار، وهنحط فلفل، وهنحط معلقتين توم كبار حلوين قوي، وهنحط معلقة ملح وكمون. ولو عندك بهارات سمك حلوة قوي، اللي هي البهارات البحرية دي تحفة جدا، معلقة. ومعلقة فلفل أسمر، دي معلقة بهارات بحرية، ومعلقة كزبرة ناشفة حلوة قوي، معلقتين تحفة بجد، تتبيلة تجنن. توم وخل وكزبرة وكمون وليمون وفلفل، بجد تتبيلة روعة. وشطة حلوة قوي، الشطة اللي هي الناشفه دي حلوه قوي، ومعلقه بابريكا عشان تخلي التتبيله حمرا كده وتحفه قوي. خلصنا التتبيله بتاعتنا ضربناها. طبعا احنا السمك غسلناه كويس جدا ونقعناه في ليمون ومعلقه طحينه، بتمنع الزفاره خالص، هي اصلا تحفه. حطينا التتبيله وصفيناها، وهنحطها بقى في الدقيق عليه معلقه نشا ومعلقه اللي هو الكركم، بيخلي لونه اصفر كده ولذيذ قوي. بص بقى التركه اللي جايه دي، علشان الزيت ما يتحرقش ولا هو يتحرق منك، هجيب ميه كده وهبل ايديا وهبل السمكه زي ما انتوا شايفين كده، هطبطب عليها. بس بصوا، هطبطب على السمكه بكل سهوله كده، عشان لما اقليها في الزيت ما تشربش زيت ولا الزيت يسود مني ولا الهوا. اول قليه زي اخر قليه. حطيناها في زيت متوسط مش عالي قوي، 3 دقايق كده، وبعدين وطيت عليه. عملنا بابا غنوج كده تحفه قوي. ان شاء الله هنزل لكم بالمقادير بتاعتها، ورز جنبها وسلطه بجد تحفه جميله جدا. وعملنا بسارية، وكفته البسارية كنا منزلينها في فيديو. سلام عليكم.